ازاي الشباب يقدروا يكسبوا في السوق العالمي للفريلانس، وازاي دي فرصة لأي شاب دلوقتي ان هو يكسب كتير جدا من شغل مع كلاينتس أجانب وهو قاعد في مصر. خلاص مبقتش محتاج تسافر برا مصر، مش محتاج تخاطر، مش محتاج تحاول تجيب فيزا، ومش محتاج ان انت تنط على مركبة وتمشي في البحر ويا عالم هتوصل ولا لا. دلوقتي عندك الفرصة انك تشتغل مع أجانب من وانت قاعد في بيتك وتجيب دخل بالعملة الصعبة ويوصل لك على حسابك في البنك. اكيد سمعت كلام كتير عن الفريلانس وعن الشغل من البيت وعن الباسيف انكم، وفيديوهات كتيرة جدا على السوشيال ميديا، تيك توك وانستجرام. طالما انت مهتم بالموضوع ده فانت اكيد اتفرجت على حاجات كتيرة في نفس الموضوع، لكن الفيديو ده مختلف شوية. احنا هنسأل شوية اسئلة ونحاول نجاوب عليهم، والهدف من الفيديو كله ان انا اسهل عليك الطريق بان انا اديك معلومات لو انت ما كنتش تعرفها، لما تعرفها هتفرق معاك جدا. فخلينا نكسر شوية عوائق ونشيل شوية حاجات من الطريق بتاعك علشان نسهل وصولك للهدف اللي انت عايز توصله. اول سؤال، ايه المهارات اللي انت محتاجها علشان تبقى